السلام عليكم، مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة من ضمن سلسلة رمضان. جيت نشارك معكم فطيرة لمائدة رمضان كتجي أكثر من رائعة بمقادير اللي بسيطة وضيقة كتوجد، والأهم كتجي لذيذة بزاف. إلا كنتو أول مرة غادي تزوروا القناة مرحبا بكم، اشتركوا وفعلوا جرس التنبيهات باش يوصلكم كل جديد. وما نطولش عليكم، خليكم مع المقادير وطريقة التحضير. ونبداو على بركة الله. خديت اناء درت فيه 4 كؤوس ديال الدقيق الابيض، قياس الكاس ديال العنبه، درت معلقه صغيره ديال الملح، والملح كيبقى على حسب الذوق. غادي نزيد معلقه كبيره ديال الخميره الخبز حبيبات، غادي نزيد 4 كاس ديال زيت المائده، غادي نزيد نضيف نصف كاس ديال الحليب الدافئ، وغادي نبدا نجمع العجينه بيديا. نبداو نضيفوا الماء الدافئ شويه بشويه حتى كتجمع العجينه وكنتحصلوا على عجينه كرط ما تكونش قاصحه. انا من بعد ما جمعت هو القوام ديالها غادي نتركها واحد 5 دقائق. حتى كتولي على هاد الشكل هذا ضروري ما ندلكوها باش كتجينا الفطيره زوينه. دابا غندهنها بالقليل ديال الزيت، وغادي نغطيها بواحد البلاستيك غذائي ونخليها حتى تضاعف الحجم ديالها. ودابا غادي ندوزو لتحضير الحشوه. غادي نحتاجو في الحشوه ديالنا حبه البصل كبيره تكون مقطعه مربعات، عندي حبه ديال الفلفل الاحمر مقطعه هي مربعات، ممكن تعوضوا فلفل اخضر او فلفل الوان. عندي حبه الجزر محكوكه، حبه ديال الكورجيت محكوك. والتوابل عندي ملعقه صغيره ديال التحميره، معلقه صغيره ديال الكركم او الخرقوم بلدي، معلقه صغيره ديال السكينجبير، نصف معلقه صغيره ديال الابزار، ومعلقه صغيره ديال الملح وشويه ديال الزعتر. وعندي هنا علبه ديال الطون اللي ممكن تعوضوا بصل ديال الدجاج او كفته او اي شيء متوفر عندكم. خديت هنا مقله غادي ندير فيها الزيت، غنستعمل انا زيت ديال الطون هو اللي غنصفيه ونطيب به الحشوه باش بلا ما يبقى يضيع عليا. غادي نزيد نضيف البصله، غنديرها تشحر هي الاولى. هنا من بعد ما تشحرات كنشحروا البصله مزيان حتى كتنزل، عاد كنزيدوا المكونات الاخرى. غادي نزيد الفلفله خضراء، كورجيت وخيزو، نخلطوا كلشي مزيان ونرجعوا فوق العافيه تشحر. وهنا من بعد ما تشحروا كيف ما كتشوفوا معايا غادي نزيد التوابل كامله. وغادي نخلط مزيان حتى كتجانس المكونات مع بعضياتها، ونرجع فوق العافيه واحد 5 دقائق حتى 10 دقائق حتى كيتشحروا مزيان. هنا من بعد راه وجدت الحشوه ديالي غادي نزيد هذيك العلبه ديال الطون،
كيف ما قلت لكم ممكن تعوضوها ببسطة ديال الدجاج او لا الكفتة، لكم الاختيار. وغادي نخلط كلشي مزيان ونخلي الحشوة حتى كتبرد. وهنا من بعد ما تضاعف الحجم ديال العجين غنحيد داك البلاستيك الغذائي، غادي نرش فوق سطح العمل شويه ديال الدقيق، نوضع العجين بهذه الطريقه. وغادي نسرحها بالمدلك بالاستعانه على شويه ديال الدقيق. نحاول نطلقوها تكون رقيقه، السمك ديالها يكون رقيق حيت مزال غادي تنفخينها في الفران. دابا غادي نهزها وغادي نحطها في واحد الصينيه دائريه اللي تقدروا دهنوها بالزبده او الزيت. انا فرشنا ورق الزبده. كنحطوها بهذه الطريقه ونحاول نقاديها للجوانب ونقطع ليها داك العجينه اللي بقات زايده اللي في الجناب. غادي نثبت ليها الجوانب مزيان. هنا غادي نقطع داك العجينه اللي زايده من الفوق بسكين اولا بمقص. وهنا من بعد ما بدات لي داك الحشوه زدت ليها زيتون اخضر اللي نسيت ما ذكرتوش مع المقادير. هنا غنحاول نوضع القليل في الجنب بحال هاد الطريقه هذه كيف ما كتلاحظوا معايا في الصوره. كنبقى غاديه هكا حتى كندورها كامله بنفس الطريقه. وهنايا غادي نحاول نتني داك الجانب ديال العجين كيف ما كتلاحظوا معايا في الصوره، نتني ونثبتها مزيان غير بالاصابع ديالي باش ما تشحش ليه الفران. هنا من بعد ما طويتها كامله غادي ديك الباقي الحشوه اللي بقات لي غادي نخويها في الوسط من بعد ما نثبت الجوانب ديالها كيف ما كتلاحظوا معايا. وغنحاول تجي طبقه متساويه. وغادي ندير عليها فوق فرماج حمر اللي حكيته. استعملوا اي نوع الفرماج عندكم، انا كان عندي متوفر الاحمر درت الاحمر. هنايا خديت اصفر بيضه غندير عليها قليل ديال صوص صويا اولا صوص صوجا. غادي نضربها مزيان وندهن بها الجوانب ديال العجين. غندهنها كامله بهذه الطريقه. ودابا غادي ندخلها الفران اللي كيكون سخون مزيان على عافيه تكون متوسطه حتى تبان لنا تحمرت من الاسفل، عاد نهبطوها تحمر من الوجه ديالها. وهذا هو الشكل النهائي ديال الفطيره، كتجي رائعه. غادي نقطعها معكم تشوفوا كيفاش كتجي. اكيد الا جربتوا غادي تعجبكم، ما كتاخذش بزاف ديال الوقت ودغيا كتوجد، والاهم كتجي لذيذه بزاف. كنتمنى فيديو اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. ما تنساوش تشجعوني باللايكات ديالكم والتعليقات، وشكرا على المتابعه. الى اللقاء في فيديو اخر ان شاء الله.